هو فعلا اصل المصريين القدماء جاي من المغرب والعراق؟ يا عم استنى كده نتكلم علم شويه. سنه 1902 يا صديقي لقوا جره فخار في قريه كده في الصعيد اسمها النويرات، جواها كان هيكل عظم لراجل مصري من ايام الفراعنه، والجره دي اتحفظت في انجلترا اكتر من 100 سنه لحد 2025 لما جه فريق دولي اخذ منها الحمض النووي الكامل، وبدات من هنا المفاجاه. الجينوم طلع اكتر من 80% منه من شمال افريقيا، وبالتحديد وادي النيل، من مكون جيني اللي هو اي زد 830، وده مؤمن لسه على فكره موجود لحد النهارده فينا. طب والباقي 20% منه من الهلال الخصيب اللي هو العراق وسوريا وايران. يعني طبيعي حضارات بتتاجر وتتبادل وتتجوز وتتهجر من الاف السنين، وكانت حدودنا على فكره ساعتها واسعه. لكن هناك بقى حصل اللي بنسميه في العلم التطبيل القومي العشوائي. يعني ايه؟ يعني صحف تلاقيها مغربيه كده خرجت تقول لك اصل المصريين مغربي. ليه؟ عشان الجين متقارن بجين معروف في المغرب اسمه سخيرات الروضه، بس نسوا يقولوا ان الجين ده اصله مش مغربي، ده اصله مهاجر جاي من شمال شرق افريقيا عبر الصحراء الكبرى. يعني ايه؟ يعني من عندنا برضه. يعني بمنتهى البساطه كده اتقارنوا بحاجه قريبه ليهم جينيا، بس مش الاصل، لا المتاح، والمجتمع العلمي عارف كل ده. بس في ناس بقى يعني للاسف مصريين وعلماء ويقول لك اصل المصري مش مصري. ليه يا عم؟ يقول لك عشان بس يضرب القوميه المصريه الجديده ويسخر من الناس اللي بيفتخروا بهويتهم، بس لما اتزنق شال الكومنت وعمل بلوك. طب نرجع للعلم. الدراسة بتقول يا صديقي ان المصريين الحاليين جيناتهم متطابقة بنسبة عالية جدا من المصريين القدماء، وان متوسط الاستمرارية الجينية بيوصل لأعلى من 80%، وده أعلى من معظم الشعوب. يعني باختصار كده المصري القديم هو انت اللي بنى الحضارة، هو جدك وجد جدك، ومع احترامنا لكل الشعوب محدش له فضل على مصر إلا المصري.